السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أنا شاب داخل على 21 سنة ونفسي أتجوز أو أخطب على الأقل الفترة الجاية دي، فتنصحني بإيه؟ بص، أول حاجة أولا أنت ما قلتش إمكانياتك إيه ولا دنيتك إيه، بس أنا هتكلم بناء على اللي أنت كاتبه. أنت عشان تتقدم لأي واحدة هتبقى محتاج شغل ومحتاج تمن الشبكة، تمام؟ فكرة بقى الشقة دي، في ناس هترضى بإيجار وفي ناس هترضى بتمليك. فيعني كل أهل بقى وليهم نظامهم، بس الأساسي معاك شقة اسمها دي شغل وشبكة، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، أنا نفسي لأي شاب أيا كان، انت قبل ما تروح تتقدم او قبل ما تروح اساسا تمشي في موضوع الجواز ده، لازم تبقى انت واقف على رجلك، تبقى انت باني كارير، تبقى انت عندك مصلحة، تبقى انت عندك شغلانة، تبقى واقف على رجلك كده، يبقى انا عندي حاجة بعملها. اما فكرة ان انا لسه ولا في شغل او ولا في كارير ولا في اي حاجة، ولا عارف انا رايح فين وجاي منين، وادور على الخطوبة وادور على الجواز الاول، فانا بشوفها ان هي بيبقى حمل عليك في وقت انت المفروض تعمل حاجة تانية خالص.